لقاءات مصيرية للفرق المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا مباراة مهمة للمنتخب المصري للشباب أمام المنتخب السنغالي. هتكون أيضا مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، الفوز هو الحل والسبيل الوحيد للمنتخب المصري عشان يقدر إنه ينافس على أفضل توالد في المجموعات. في خلال اليوم كان الموضوع الأهم والأبرز في الكورة كلها في مصر كانت ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى سجنه بعد رفض المحكمة للطعن اللي كان مقدمه، وأيدت حكم حبس رئيس نادي الزمالك شهر واجب النفاذ. كانت المحكمة الاقتصادية كانت حكمت يعني شهر كده سجن للمستشار مرتضى منصور بعد ما اتخفضت العقوبة من سنة لشهر. وبعدين كان رئيس نادي الزمالك بيحاول ان هو يقدم طعن وكده، والنهارده اترفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، والمحكمة أيدت حبسه لمدة شهر. وعلى الفور الأجهزة الأمنية نقلت بقى المستشار مرتضى منصور إلى أو المتهم أو إلى المحكوم عليه بشهر واجب النفاذ مرتضى منصور إلى محبسه، ويقال بأنه في وادي النطرون. وهنشوف بقى نادي الزمالك مين هيبقى هيتولى الإدارة ومين هيبقى المسؤول مكان مرتضى منصور، وهنشوف هل رئيس نادي الزمالك بعد الشهر الواجب النفاذ ده، وهنشوف بقى اللوائح، وهنشوف دور بقى وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، ولسه هيشوفوا بقى مسودة الحكم والكلام ده كله، وهيشوفوا في لائحة القانون هل هينفع مرتضى منصور يرجع تاني بعد ما يقضي الشهر الحبس لرئاسة نادي الزمالك، ولا خلاص كده هيتم عزل مرتضى منصور نهائيا. في اتجاه ايضا في مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يقدم استقالات جماعيه تضامنا مع رئيس النادي مرتضى منصور. هنشوف بقى لسه الايام الجايه، هنشوف التطورات هتبقى ايه، مين هيقود اداره ومجلس اداره نادي الزمالك في الفتره الجايه، وهنشوف دور وزارة الشباب والرياضة، وهنشوف هل بعد خروج المستشار مرتضى منصور من الحبس هيرجع مرة تانية لرئاسة نادي الزمالك. طب هيرجع يقدم طعن ويرجع مرة تانية برضو لرئاسة نادي الزمالك، والكلام ده حصل قبل كده أكتر من مرة. يعني المفاجآت ممكن تكون بالجملة في الفترة الجاية، محدش يعرف الأيام الجاية لنادي الزمالك هيبقى. كل ده بيأثر على نادي الزمالك، وبيأثر على لاعيبة نادي الزمالك، وبيأثر على الفريق الكورة لنادي الزمالك. النهارده مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك أمام نادي الترجي التونسي، مباراة لا تقبل سوى فوز نادي الزمالك. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك النهارده. النادي الأهلي بقى النهارده عنده مباراة الساعة 9، مباراة قمة في الأهمية للنادي الأهلي. النادي الأهلي لعب المباراة الأولى أمام الهلال، والهلال اخذ ال3 نقط. الهلال لعب امبارح امام القطن الكاميروني واخذ برضه وفاز واخذ ال3 نقط. الهلال عنده 6 نقط، صن داونز عنده 6 نقط. المباراه دي هتكون مهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج يبدا البطوله، محتاج يدخل في اجواء البطوله، محتاج اول 3 نقط يديله مزيد من الثقه. ان شاء الله الاهلي ومطمنين مع كولر ومع مجموعه اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي حاليا ان النادي الاهلي هيقدم لنا حاجه كويسه في النسخه دي من دوري ابطال افريقيا. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى ان كولر يقدم لنا التشكيله الافضل. النهارده في كلام ان كهربا ممكن يبدا، حسين الشحات موجود. اتمنى من لعيبه الدفاع للنادي الاهلي النهارده تكون في اعلى درجه تركيز، لان لعيبه صن داونز لعيبه مهاجمين صن داونز على قدر كبير جدا من السرعات، فتركيز كبير جدا من مدافعي النادي الاهلي النهارده مع تواجد لعيبه رجاله في نص الملعب ومناطق الهجوم. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يحقق نتيجه، وانا توقعي الشخصي ان شاء الله الاهلي هيفوز بنتيجه 2-0 النهارده. اتمنى طبعا التوفيق للفرق المصريه والمنتخب المصري.